وحشتني جدا يا أسطورة. جاي لك النهاردة بالجزء الجديد من حكاية بطلانة علن. وطبعا دي أكتر حكاية اتطلبت مني في الكومنتات. بطلنا مش بطل. بطل بيتحول لوحش أخطر بكتير. فهل اختيار المستوى الجحيم كان غباء؟ ولا هو الطريق الوحيد للنجاة على مقوي مرعب؟ اربط حزامك واستعد معانا الملخص أسطوري في عالم الضعيف. في بيستعبد القوي بس اللي بيكمل. ولو ما شفتش الجزء اللي فات من حكاية يبقى فايتك كتير بصراحة. فارجع بسرعة شوفه من اللينك اللي فوق، وهتلاقيني سايبهولك في الوصف تحت الفيديو. وبلاش أطول عليك أكتر من كده. وانزل فجر زرار اللايك واشترك في القناة. ويلا يلا بينا نبدأ الحكاية. وبعدها بيكون في اجتماع في بيت زعيم القرية، وجيرارد بيقول لهم: انتوا عايزين مننا ايه المرة دي؟ الزعيم بيعرفوا إن جاله خبر مهم من المملكة، والبارون بنفسه هيجي يزورهم الشهر الجاي. ورودي مش مصدق إن البارون جاي بنفسه لحد هنا. ولام بيقول: المجنون ده عايز يعمل إيه تاني السنة اللي فاتت؟ طلب منهم الشيخ خنزير مرة واحدة. والزعيم بيقول إن البارون سامع عنهم وعايز يجي يشوفهم وهما بيصيدوا الخنازير. جارد بيقول إن هو في الأول طلب من البارون إنه يدور قلم معاهم. الزعيم بيقول إن قلم هيبقى المرشد السحري للبارون، وعمنا قلم بيكون مصدوم من الخبر. وجارد بيقول للزعيم: طب ما تجيب ابنك يعمل المهمة دي، صديق أهم شخص في المملكة. عشان كده الزعيم حاطط قدامه طبق فاكهة ومريح عليه وسايبه ياكل منها براحته، عشان يبان إنه كارمهم المرة دي. ده غير إنه عارف أفكار أنس، وأهم حاجة عنده يخرج من القرية ويبقى حر هو وعيلته. وده عشان يوصل لمستوى الناس اللي في الطبقة المتوسطة. وعشان يوصل لمستوى الناس اللي في الطبقة المتوسطة محتاج تفتكر إنه سمع طريقة تانية ممكن ترفعهم طبقة في المجتمع بتاعهم، وهي إن البارون من حقه يمنح الحرية للعبيد اللي بيختارهم. وعمنا ألم بيقرر يستغل الفرصة وكل الموجودين. والبارون بيكون جايب معاه بنته سيليا، وبيقعدوا كلهم في قصر زعيم القرية. والبارون بيشكر الزعيم على الشغل طول السنين اللي فاتت، وبيقول الدوشة اللي حصلت بسبب صيد الخنازير، لأنه عارف إن المهمة دي صعبة جدا على الصيادين. بس الأمر ده كان جاي من الملك ذات نفسه، فما فيش حد هيقدر يعترض. اقنع الملك عشان يستغل العبيد أكتر وأكتر، ويجمعوا أكبر عدد من صيد الخنازير. والخادم سبيز بيقول للبارون بالراحة شوية: يا عم انت وزعيمة اللي بتعترف بالكلام ده. والبارون بيسأل عن نوع اللحمة دي. واللين بيعرفوا إنه يعمل لحمة طير الألبيرون، وبيكون حاطط عليها توابل وأعشاب هو اللي اختارها بنفسه. وزين بيفتكر إن هو بنقياد الصيادين، وبياخد باله من شعره الأسود المميز. واللين بيعرفوا إنه هيبقى المرشد بتاعه في رحلة الصيد. والبارون بيلاحظ من عيلة العبيد وسيليا بنت أول ما بتسمع كلمة عبد بتبصله بقرف، وأبوها بيقولها: عيب يا بت كده، انت عارفة ان العبيد عندنا ليهم حق زي الناس العادية بالظبط كده. بس زين بيقوله: مستنيك بكرة في رحلة الصيد يا معلم. وبيعترف ان صيد 20 خنزير في سنة واحدة حاجة صعبة جدا، وان هما لما يشوفوا على الطبيعة. وهتروح مع قائد زين تشوف عملية صيد الخنازير بنفسها. وبتكون هي اللي طلبت من أبوها الطلب الغريب ده، عشان دايما بتحب تشوف الفرسان وهما بيقاتلوا بعض، بس منين يعرفهم الأساسيات. وساعتها هيخلي الفرسان هما اللي يصطادوا. بس طبعا عمنا لين بيشغل دماغه وبيقولهم إن 20 خنزير في السنة ده عدد قليل جدا. وتاني يوم البارون بنفسه بيركب العربية وبيسيب بنته مع القائد زين، وده عشان تحضر رحلة الصيد بنفسها. وبيقولوا: خلي بالك منها لحد ما بس البنت شكلها دماغها ناشفة خالص. والبارون بيعجبه جدا منظر الشجر، وبيعرف إن معظم الخنازير عايشين في المنطقة دي. وبعدها الصيادين بيوصلوا يشكروا البارون عشان هو اللي أداهم الإذن ده. والبارون بيلاحظ إن في 3 دخلوا الغابة لوحدهم، ولم بيعرفوا إن هم دول الطعم اللي بيجذبوا بالخنزير لحد هنا. ودول أسرع 3 أشخاص موجودين عندهم، عشان السرعة عامل مهم جدا في عملية الصيد ده. غير إن الموضوع محتاج صبر شوية عشان يجيبوا لحد هنا مصطفى السمك قبل كده. ولا إيه يا عم؟ أنت وده. لأن هم ما يعرفوش عدد الخنازير اللي عايشين في الغابة. وزين بيتكلم مع علي مرة تانية وبيسأله عن كرينة سيدة السيف. كيف ألم بيعرفوا إن هي زي الفل وكل حاجة تمام بالنسبة لها. وزين بيعرفوا إنه يبعت معلم يهتم بيها ويساعدها في الدراسة، وده عشان تعرف تعدي امتحانات القبول في الأكاديمية. في الأكاديمية إن شاء الله. وألم مش مصدق إن كرينا ممكن تدرس أصلا. دي ما عندهاش مخ يا عم انت، ودماغها أنشف من الحجر ذات نفسه. وبيظهر خنزير أخيرا وبيجري وراء الصياد، والمدرعين بيحاصروه بالخشب من الناحيتين.
والما بيعرفوا إن دي أسرع طريقة بيقبضوا بيها على الفريسة. والدروع الخشبية دي تقيلة جدا ومعمولة من طبقتين، بينادي على أصحاب الرماح الطويلة ودول أقل خبرة في الصيد، وبيقتلوا الوحش من بعيد. وزين بيلاحظ إن الصيادين في الخطوط الأمامية هم اللي بيعملوا أصعب حاجة في مهمة الصيد الخنزير، وبيخلص عليها، وبتكون دي حرفيا الضربة القاضية. وعمنا سيليا أول ما بتشوف المنظر ده بيغمى عليها، مع إنها من 5 دقايق كانت عاملة فيها جزارة يعني. حصل النهاردة للملك ذات نفسه، بس فجأة بيظهر خنزيرين كمان قدامهم والقائد. زين بيعرف إن هما في خطر حقيقي، وبيطلب من الفرسان تستعد عشان ممكن تضربهم. ألم بيزعق في الفريق بتاعه عشان يزود حماسهم، وبيقسمهم مجموعتين عشان يقوموا بالمهمة. والمجموعة الأولى بتهجم على الخنزير وبتشل حركته تماما، واللم بيعرفهم الغريبة اللي بياخدوها منهم على كل خنزير، يعني كان موته خراب ديار حرفيا. وعمنا لين بيساعدهم في الصيد وخلاهم يشتروا رماح ومعدات أكتر من الأول. وعمنا رودن بيكون قتل الخنزير التاني، وسيليا أول ما بتصحى بتشوف منظر الدم على طول، فبيغمى عليها مرة تانية، وبيكون مصدوم من المنظر. وبيعرف إن هما وصلوا 3 بس في أول شهر وكده، فاضل 17 خنزير ويكملوا طلبية السنة. بس عمنا اللي بيعرفوا إن هو مش فاضله غير 10، واللي بيعرف إن الخبر ده هيفرح أبوها والصيادين، وبيقرر يستغل الفرصة وبيقول إن عنده طلبين. وأول طلب إن هم يصنعوا لهم دروع تساعدهم في الصيد. طلبوها، والبارون بيكون مستغرب جدا من الطلب ده، بس لين بيعرفوا إن ده مهم عشان حركة التجارة، وده لأن عندهم كمية لحوم كبيرة محتاجين يغيروها بمنتجات تانية. بيقولوا مفيش مانع، يعني إن الرجالة تروق على نفسها. البارون بيقول له نبقى نشوف الموضوع ده بعدين يا عم انت، وبيشكر إلين على المجهود اللي عمله النهارده. وسيليا طبعا مش بتعدي الموضوع عادي، وبتفضل تزعق لحد ما وقعت مع الحصان، بس المساعد بيلحقها في آخر لحظة. يا عم ما تسيبها تقعد، لسانها طويل يا عم. وقالي مش فاهم، البت دي عايزة ظهره أحسن من عندهم. وبيقول لالي لو ما كانش عبد كان زمانه بارون دلوقتي. وعمنا قال لي بيكون طار من الفرحة جواه، ومش مهتم خالص بموضوع الفلوس. وطبعا كل واحد فيه خد عيلته معاه، ورود والجرار دي مش مصدقين نفسهم. وحتى عمنا علينا عايز يقوم يرقص من كتر الفرحة عشان خبر زي ده وفر عليه 10، وبيكون حلم باللحظة دي طول السنين اللي فاتت. ونفسه يروح جبال التنين الأبيض عشان يصطاد تنانين. والبارون بيضحي في قراراته النهارده، وبيقولهم اللي يستحقوا فعلا، وبيكون مطمن وحاطط في بطنه بطيخة صيفي، وده عشان هم نفذوا كلام الملك وبيبعتوا العدد كامل كل سنة. وسيبس بينادي على البارون وبيقوله إنه بيفهم إن هم عايزين يعرفوا تاريخ القرية. وإيلام بيلاحظ إن هو اتضايق جدا أول ما فتحوا الموضوع، وجيردي بيقول إن الموضوع ده حساس جدا، وده عشان يساعدوهم في تطوير الأرض، وكمان كان جزء من عد استصلاح القرية. بس بعد 6 شهور قطعوا شجر كتير جدا من الغابة، وبعدها حصلت الكارثة اللي محدش كان متوقعها أو تاني. ورودن اقترح عليهم لأول مرة إن هم يصيدوا الخنازير، بس في الوقت ده كانوا مجرد فلاحين ما عندهمش أسلحة، وقدروا يقتلوهم بالفؤوس وأدوات الحفر اللي عندهم ده. عشان كده ما ارتاحوش غير لما قتلوا الخنزير. ورودن بيلوم نفسه على القصة دي لحد دلوقتي. وعمنا اللي بيتفاجئ إنه أول مرة يسمع القصة دي أصلا، وبيعرف إن هي اللي خلت القرية تتطور، وبيقرر إن هو يكافئهم على شجاعتهم مرة تانية. وبيقولهم كل واحد يطلب اللي نفسه فيه. وعمنا رودن ما بيكونش مصدق، ويلم بيكون مستغرب من اللي هو قاله. والبارون بيقولوا إن عقلية الألم أحسن منه هو شخصيا، وأي وظيفة تكون مناسبة ليه حتى لو عامل نظافة. وعمنا الألم بيكون رافع راسه في السما، وعمنا الألم مش عارف إيه انت خالص، وعايز يضرب نفسه من الجزمة على دماغه. وبيقولهم حرام عليكم يا جدعان، أنا حلمي إن اصطاد تنانين. وبيعرف إنه هيعيش. انت بتعمل إيه يا عم؟ انت عايز ده يقعد معانا سبيس؟ بيقول إن مفيش مانع خالص. وبعدين ألم ما بقاش عبد زي زمان، وألم مش فاهم فرق الطبقات بين الخدامين في الأرض. عمنا ألم بيوافق عشان خاطر أبوه، وكده كده مش هيقدر يرفض أمر من البارون مباشرة. وتاني يوم بيلبس زي الخادم عشان يسافر معاهم، وأمه بتكون فرحانة بيه جدا. الفيديو الأخير قبل ما أمشي، وكارينا بتفرح جدا، وكل واحد فيهم بيمسك السيف الخشبي بتاعه وبيبدل الهجوم الشرس من كل واحد فيهم. ورودن بيعرف إن دي الطريقة اللي بيقضى عليها زاد الفترة اللي فاتت، وساعتها صرف نص الموارد اللي معاه على القوة والرشاقة.
وبيعرف إن كرينا لما تكمل 12 سنة هتروح الأكاديمية، وبعدها هتخش في الأكاديمية جولة تالتة في المستقبل عشان نحسم المباراة. وكرينا بتتفق مع كلامه وفرحانة جدا إن هي هتشوفه مرة تانية. وعمنا لين بيودي العيلة كلها وبيقول لأخوه من وقتها، وهي بتعتبره زي كرينا بنتها بالظبط. وعمنا دوقه بيوصل المكان وهو متعصب كالعادة، بس المرة دي بيروح يدي لألان خنجر هدية وبيكون متعصب سنية ولازم يشتغل أكتر عشان يكبر في البلد دي. ولام بيوضحهم لآخر مرة وبيركب مع البارون أخيرا وبيعيط عشان مش عارف هيشوفهم إمتى تاني. التانية هتسيطر على حياته، ده اللي هتعرفه لو نزلت عملت لايك دلوقتي واشتركت في القناة عشان يجيلك إشعار. يا أسطورة، أول ما ينزل الجزء الجديد وأشوفكم في حكاية بقية المدن في المملكة. ورودن.